ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ وانا معدية على المحل عجبتني عروسة كانت بتنور وعندها اجنحة فراشات، كانت غالية جدا. فقمت انا شارية عروسة ب25 جنيه، كبيرة كبيرة وامورة هي زي ما انتوا شايفين. قمت شارية جناح فراشة ب15 جنيه، هو يعني كان المفروض يبقى ب20، بس انا فصلت مع الراجل. هو اصلا ما كانش حد بيشتري من عنده كتير فوقف بالسعر. فقولوا يعني 25 زائد 15، يعني مبلغ مش كبير. وكمان بتنور، وغير كده انها بتنور كبيرة، جناح فراشة كبيرة، يعني ممكن انا كمان البسه. وانا اخترت اللون ده لان الراجل ما كانش عنده الوان كتير، بس اللون ده مميز وحلو برضو. ما كانش عنده بامبي بس اللون ده حلو. وزي ما انتوا شايفين جيت على مقاسها، وممكن تيجي على مقاس انا كمان جناح الفراشة ده. زي ما انتوا شايفين كان في فتلتين كده، قمت مركباهم فيها وهي بتنور. ويعني شوفوا يعني كلفتني اقل يعني اقل من 160، طبعا كلفتني قليل جدا، وده حجمها بالنسبة لي. شوفوا كبيرة ازاي، يعني كبيرة وحلوة وجميلة. كانت بقى الصغيرة منها بقى زي ما انتوا شايفين ب160 يعني. لا طبعا مش الدرجات دي، وكمان دي يعني ممكن العب بيها، ويعني حاجة تملى الروح كده، حاجة حلوة. ودي فكرتي انا يا جماعة، انا اللي فكرت فيها. لان 160 غالي جدا يا جماعة، وفروا فلوسكم، حرام كده. ممكن تنبسطوا بأقل تكلفة وبأحلى حاجة. زي ما انتوا شايفين، وزي ما انتوا شايفين يعني طولها يعني طويلة جدا وكبيرة. وكمان بتنور بأشكال مختلفة زي ما انتوا شايفين، حاجة عظمة جدا الصراحة، حاجة عظيمة جدا. التانية بقى ما كانتش هتنور، كان جسمها بس هو اللي هينور. وطول العروسة دي هو 46 سنتي. وجناح الفراشة ده قوله ب20 وهي ب25، يعني 40 جنيه اتكلفتني المشروع ده كله. 40 جنيه بدل 160 جنيه. وانا معدية راجعة البيت لقيت الفراشة دي برضو صغيرة بس كانت ب27 جنيه. ب27 جنيه بس، وفصلت على الست بقت ب25. يعني دي لو انتوا عايزين صغيرة ومش بتحبوا الكبيرة. طولها 28 سنتي، وزي ما انتوا شايفين جناحها اكبر، وجاي معاها كمان عصاية سحرية. يعني 27 جنيه بس.